السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ مساء النوتيلا، مساء الشوكولاتة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النوتيلا اسعارها بقت عالية جدا جدا، فيعني من الاسهل ان احنا نعملها في البيت، وهنعملها في البيت بطعم قريب قوي 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 للجاهزة. والله طلع قوامها جميل جدا وطعمها حلو. على فكرة هي مش مكلفة، يعني ما تقلقيش منها ان هي حاجة مكلفة، بالعكس والله انا هحسب معاكي الحاجات اللي احنا عملناها. بصي القوام بتاعها كريمي، بصي حتى انا وريتك اهو انا بفردها على التوست، كريمية خالص يعني، فاهمة؟ ويعني مقاديرها سهلة قوي، هقولها لك معايا. بصوا ده 50 جرام بندق، ده فانيليا، تمام، كوباية لبن بودر، نص كوباية سكر بودرة، دي كوباية لبن بودر، تمام. طبعا والفانيليا انا برضو قلتها معاكم. وده ربع كاكاو خام اللي هو الاسباني، وربع كاكاو محلى، ودي نص كوبايه لبن سخنه، تمام. المقادير ما فيهاش اي حاجه، هي كلها معتمده معاكي على على الكبه او الخلاط، او الخلاط والكبه، تمام. انا هنا مسكت ال50 جرام بندق، حمصتهم الاول في الفرن، وبعد كده قشرتهم، ضربتهم في الكبه. طبعا الكبه اليوم ده عطلت مني، فاضطريت ان انا اضربهم في المطحنه لحد ما نعموا خالص، وحطيت عليهم معلقه زيت وضربتهم تاني، تمام. جيت بعد كده جبت الخلاط عادي جدا، تشتغلي في الخلاط. حطيت كل المقادير اللي انا قلت لك عليها، اللي هي السكر البودره نص كوبايه، ربع الكاكاو الخام الغير محلى، وربع الكاكاو، ربع الكاكاو المحلى، والكاكاو الغير محلى دي ربع ودي ربع، تمام. وحطيت اللبن البودر، حطيت كل الحاجات دي كلها على بعض، تمام. احنا كل الامكانيات دي بنستعمل فيها معلقتين زيت، معلقه زيت واحنا بنضرب معجون البندق، ومعلقه زيت واحنا لما بنضرب كل الحاجات دي كلها. اديني حطيتها هنا، وما تنسيش طبعا ربع معلقه فانيليا. هفضل اضرب في الحاجات دي، ودي تبع قوه خلاطك يعني. لو خلاطك قوي الحاجات دي هتضرب معاكي بسهوله، لو مش قوي افضلي نزلي الحاجه من الجوانب، وبعد كده ارجعي عيدي الضرب مره واتنين لحد ما ينعم خالص. نزلت بكل ده، نزلت بمعجون البندق اللي احنا ضربناه في المطحنه عليه، تمام. والله كان يا جماعه كان طعمها جميل، النوتيلا بقى سعرها خيالي جدا. وبعدين الحاجات دي برضو نصيحه انا هقولها لك، انتي اعمليها للولاد، بس ما تبقاش حاجات اساسيه يعني كل مده كده، لان برضو احنا مش عايزين ولادنا برضو يعني يبقى ايه، الحلويات والحاجات دي برضو صغير، خطر على الصغير والكبير. فكل مده كده، مثلا لو في الاسبوع مرتين، ماما انا عايز سندوتش مثلا نوتيلا، اعملي، لكن ما تبقاش حاجه اساسيه في البيت. الحاجات دي سهله قوي. السكر البودره برضو يعني مش حاجه غاليه، 50 جرام دول كانوا عاملين 100 جرام كانوا عاملين 35 جنيه، فانت لو حسبتيها مش هتلاقيها مكلفه قوي. اتمنى ان انت تجربيها وان شاء الله هتعجبك. هتشوفي ان القوام مش جامد قوي، هتحطيه في التلاجة لمده ساعه، هتلاقي القوام بتاعها بقى كريمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى ان انتوا تجربوها.